في ستات بيحصل لها انهيار لما ما يردش عليها لمدة ساعتين، يبقى ده ما بيحبنيش، ما بيحترمنيش. في قصة وهمية كده ستات عايشينها، محتاجة أوضحها شوية. القصة الوهمية إنه محتاجة تعملي كل حاجة معاه، ولو كده هو ما بيحبكيش. وفي رجال عندهم نفس الحكاية دي على فكرة. لو مش عايزة تعمل معاك كل حاجة، لو مش عايزة تشاركك في كل حاجة، لو في كل وقت من أوقاته هو نفسه في حاجة مختلفة عنك، أو لو الست اللي معاك بتفكر في حاجات تانية، عندها نوع من الاستقلال، بنسمي ده عدم حب. ده وهم يا جماعة، ده مش حب، ده تعلق مرضي. محتاجين تحلوا قصته، ولما تحلوها يبقى عندكم شوية استقلال، لأن محدش يفضل قاعد في قرابيس حد طول الليل والنهار علشان هي دي الطريقة الوحيدة اللي يحبه، أو ما يردش عليا لمدة نص ساعة فانهار، لأن ده معناه إن هو مش مهتم بيا أو مش محترمني. في ستات بيحصل لها انهيار لما ما يردش عليها لمدة ساعتين، يبقى ده ما بيحبنيش، ما بيحترمنيش. دي قصص انتوا عايشينها من انتوا صغيرين، بتطلعوها في المواقف دي، بتعملوا فيها اسقاطات كرجاله او كستات، عشان في رجاله بتعمل نفس الحاجه. فابتدوا خدوا بالكم من ده، لان ده معيشكم وهم في قصه وهميه بطريقه وهميه، ومسمين ده حب. ده مش حب خالص، ده ملوش اي دعوه بالحب، ده ليه دعوه بالحاجات اللي انتوا عايشينها والنقص اللي عندكم بسبب الحاجات اللي انتوا عشتوها وانتوا صغيرين اللي لسه ما اتحلتش، فبتحاولوا تحلوها بالطريقه المرضيه دي. فابتدوا خدوا بالكم من ده. ايه الحل؟ انكم تبتدوا تبصوا على نفسكم، وتبصوا على اللي بيحصل لكم، وتشوفوا التعلق، وتعرفوا تفرقوا بين التعلق وحاجه اسمها اسقاط. ان انا طالبه من شريك حياتي ان هو يديني كل اللي ما ادهونيش بالطريقه اللي انا متوقعاها وفاهمه بيها ان انا عايزه اتحب بيها، اللي هي طريقه مرضيه من اساسه. ده اللي تبتدي تبصي عليه. لما تحليه هتعرفي تعيشي بطريقة سوية. وساعتها لو هو مش مهتم، لو هو مش محترم، هتبان الحقيقة. بدل ما انتوا قاعدين تعافروا في بعض، كلمتني ما كلمتنيش، قلت لي ما قلتليش، سألت فيا، كلمتك 3 مرات ما ردتش غير بعد 3 ساعات، ليه يعني مش عايز تشوفني النهارده؟ ما انت شفتني امبارح، ايه يعني لما تشوفني كل يوم؟ كفاية بقى، كفاية خناقات على حاجات فاضية، كفاية يعني.